البساطة دايما هي سر الجمال. ومعايا سمكتين سنجاري، واحدة شريفة والتانية ناجل حر. الله، الحكاية حلوة. نبتديها دايما بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التعليقات ما تنسوش بالله عليكم اللايك لو عجبكم الأكل الجميل ده. السمكة الأولانية ديت هي الناجل الحر، واللي هناك دي هي الإيه الشريفة. أما اللي في النص ده الفلامبيه اللي هنحط عليه الجمبري المشوي بالخلطة على الجريلا. ومعايا طبعا الجمبري المقلي راس وديل اهوت في الشباك. هنطلعه كده بسهوله وهنرص السرفيز عشان يطلع شكله ايه حلو. وزي ما قلنا لازم نراعي ان العين الاول هي اللي بتشتهي او بتاكل قبل الايه. نحط بقى الجمبري وفوق منه الخلطه. السنجاري يا عم رضا اللي انت عامله سيلفر ده، عايزين الطريقه والصوص. هقول لحضرتك انا عملته قبل كده كان بالبوري، وهنسيب الفيديو فين في التعليقات او في صندوق الوصف للناس اللي بتشوفني لاول مره. هتشوفوا طريقه البوري السنجاري في سيلفر، هو نفس المنظر اللي قدام حضراتكم ده كده، والخطوات والتتبيله كله موجود في الفيديو ده. اما في فيديوهات تانية للسنجاري ان شاء الله هتنزل قريب باذن الله، انتظروها برضو بطرق مختلفه. السنجاري بيتعمل على الجريلا، وبيتعمل في شباك، وبيتعمل في شبك من غير شباك برضو، وبيتعمل في صواني، وبيتعمل في سيلفر. وكل طريقه ولها صوص ولها تتبيله مختلفه. اما المنظر الرائع ده كده عايزكم تحطوا له لايك. الجمبري مع السنجاري، الله، احلى سرفيز ممكن تشوفه بالشكل ده كده. يا رب يكون عجبكم. انتظروني. بدعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل عشان انزل الطريقه وتوصل لحضراتكم. سلام عليكم.